نسمع في الآونة الأخيرة مصطلح تخزين الحبوب قبل نشوب الحروب، والغاية منه هو الاستعداد للمجاعات والاستعداد للحروب أو المجاعات التي ترافق الحروب. فلذلك يجب تخزين الحبوب والبقوليات والمواد الجافة التي لا تحتاج إلى شروط تخزينية من أجل الحفاظ على مسألة التوازن المعيشي داخل كل أسرة. من المسؤول عن هذه الإشاعات ولماذا يتم إشاعة مثل هذه الأمور وبث نوع من الرعب وحالة من الرعب؟ اسمع لهذا الفيديو الذي يخلق في داخلك نوع من الراحة النفسية والفهم لما يجري. الذين يتحكمون بالاقتصاد وأيضا العالم وأيضا مسألة الحرب والسلم في العالم هم مجموعة من المجانين من عبدة الشيطان. لديهم 4 مشاريع يرغبون بتحقيقها. المشروع الأول هو مشروع بريجينسكي أو ما يسمى بتحويل الإنسان إلى الروبوت أو مشروع الروبوت الآلي. إما أن يخلقوا روبوت وهذا الروبوت يغني عن الإنسان في مسائل العمل، والمشروع الثاني هم يرغبون بتحويل الإنسان إلى روبوت ينفذ فقط الأوامر، وهذا ما تسعى إليه شركات التكنولوجيا وعلى رأسها أبل ومشروع إيلون ماسك، من خلال جعل الإنسان عبارة عن روبوت أو يعيش بالعالم الافتراضي. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو مشروع جلوبال 2000، وهو إفناء أكبر عدد ممكن من البشرية، ويسمون بهذا القانون السياسة الصفرية أو ما يسمى أيضا بفناء الأكلة عديمي الفائدة. كل من لا ينتسب لأفكارهم يعتبرونه بأنه بلا فائدة، لذلك يسعون إلى تغذية النزاعات والحروب. وأنا أتكلم في الشرق الأوسط، يعني الأمر واضح للعيان، ويتم دعم إيران مصدر الخراب التي تتعاون معهم بشكل مباشر لتهجير كبير للسكان وأيضا إفناء الأكل عديمي الفائدة بنظرتهم هم. القانون الثالث يسمى بقانون بول بوت، وهو عبارة عن التهجير السكاني الكبير. مدينة كبيرة تحوي عدد كبير من السكان يجب أن يكون هنالك حروب ونزاعات يتم تغذيتها وأيضا تهجير شامل وكامل، وهذا ما حصل في شرق وغرب الفرات في سوريا، وما حصل أيضا بالعراق، وما يحصل أيضا في فلسطين. وأيضا رمز كلمة السر هي إيران التي تتعاون معهم بشكل مباشر، التي ليس لها علاقة بالإسلام ولكن دخلت إلينا بثوب الإسلام وخدعتنا وما زالت تخدع الجاهلين منا حتى الآن. القانون الأخير اللي هو قانون أو هدف مونارك. المشروع الرابع هو مشروع مونارك أو الغسق الذهبي، وهو التحكم بالعقول عن بعد، ويسعون لتطبيق هذا الأمر عبر وسائل الإعلام أو عبر مجموعة من الأجهزة أو عبر مجموعة من الأجهزة التي لا ترى بالعين المجردة، تعتمد على الطاقة الكهرومغناطيسية من أجل التحكم بالأفكار وبالعقول. لكن أوصيكم بهذا الأمر. يقول الله جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله جل في علاه في موضع آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما يحصل الآن هو عبارة عن اختبار رباني للعباد. هذا الاختبار ما بين الإنسان الذي يؤمن بالله جل في علاه إيمانا عقائديا لا لبس فيه، وبين الأشخاص الذين لا إيمان لهم أو إيمانهم مزيف. هذا الاختبار يفوز فيه الأشخاص الذين يؤمنون بأن الله واحد أحد لا شريك له، لا إله إلا الله، محمد عبده ورسوله. هذا الإيمان الذي يجعلك تؤمن عقائديا بأن الرزق من الله جل في علاه، وأن الرزاق حي باق لا يموت، وأنك شخص لا حول لك ولا قوة، لا تخشى من اليوم القادم ولا من المستقبل، لأنك تعتقد إيمانا جازما لا لبس فيه بأن الرزق بيد الله جل في علاه، حتى ولو كنت في الصحراء، حتى ولو كنت في مواجهة البحر، حتى ولو كنت في مواجهة الحروب. فلذلك لا تجزع واطمئن، فالكون بيد الله ومقاليد السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، والرزق بيده يعطيه لك بلا منة ويعطيه لك رحمة ورأفة، فلا تخشى. هذا الإيمان أيضا يحولك إلى شخص عقائدي مؤمن
تؤمن بأن مجريات هذه الكون تسري لمصلحة المؤمن بالله جل في علاه، ومقاليد السماوات والأرض وما يجري من حروب ومن نزاعات ومن سياسة تدافع بين الأمم ما هو إلا رحمة للعباد وتجديد لهذا الكون. ويضاف لهذا الأمر دائما النتيجة، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، دائما النتيجة الأرض يورثها لعباده المتقين الصالحين المؤمنون حقا. فكونوا دوما من المؤمنين تحت بند وراية لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، لأنك سوف تختار في المستقبل إما هذا الصف أو الصف الآخر الذي ينادي بعبادة الشيطان. هذه الحقيقة التي يجب أن تعلمها أنت كبالغ راشد، أو أن تعلمها لأبنائك الذين لم يبلغوا الحلم بعد. السلام عليكم.